سنة من السنين في يوم من الأيام مع مالك من الملاك أو مع مستثمر من المستثمرين، أي حد يعني فيهم، كان بيسألني بس بيقول لي هو أنا ليه أستخدم التكنولوجيا بتاعة البي اي ام؟ إيه يعني الأغراض أو الأهداف اللي أنا أو إيه الحاجات اللي أنا هستفيدها من البي اي ام؟ 4 حاجات بقى بيميزوا نظام البي اي ام عن أي نظام تاني، فتعالوا في الفيديو دوت نتكلم عن ال4 حاجات دول، واللي مهم جدا إن أنت تقولهم لمستثمر من المستثمرين زي ما قلنا في أول الفيديو. في الحقيقة في علم إدارة المشروعات كلنا بنتكلم عن 3 حاجات أساسية، وإيه هما؟ التايم، الكوست، الكواليتي. وبالتالي البي اي ام لعبت على ال3 دول بقوة، وعلشان كده نظامها بيكون أفضل نظام موجود. لا كمان البي اي ام ضافت على دوت تحسين التصميم بأفضل شكل ممكن، وده منه بيسمع بقى في الباقي الحاجات التانية، التايم والكواليتي والكوست. طب معناه إيه الكلام دوت؟ أول حاجة أو أول ميزة من مميزات البي اي ام ان هي بتسهل جدا عمليه التصميم، بتاخد وقت طويل جدا في عمليه التصميم، ولكن بتطلع لك افضل التصاميم الممكنه وافضل الحلول الممكنه، مع كمان انك انت بتشوف الموضوع من ناحيه الكواليتي بتاعه الحاجه، فبتحل مشاكل كتير وبتحل تعرضات كتير. ودي تاني ميزه من المميزات اللي موجوده في نظام البي اي ام، ان هو طبعا بيحل تعرضات كتير ومشاكل كتير ممكن تنزل في الموقع وتتسبب في مشاكل كتير وتسبب في عطله كتيره وتسبب تأخيرات كتيرة. ولكن دي من الحاجات القوية في نظام البي اي ام، ان انت بتقدر تكتشف المشاكل وتحسن الديزاين، ومع الكلام ده كله كمان بتقدر تطلع التكاليف بتاعتك. فهتلاقيك ابتديت تطبق فعليا الكواليتي من جودة الشغل ومن احسان التصميم بتاعك ومن تصور التصميم بتاعك بافضل شكل ممكن، حل المشاكل والتعرضات اللي بالطبيعي هيعمل امباكت على الكوست والتفاصيل بتاعتنا، واخر حاجه تقدير التكاليف الفعليه، لان انت في الحقيقه هتكون رسمت الموديل او هتكون بنيت موديل كامل على برامج فيرتشوال وتبقى شايف كل التفاصيل اكنك زي الحقيقه بالظبط، فبالتالي التكاليف بتاعتك هتكون تحت عين الاعتبار مع ادارتك ومع شغلك ومع خبرتك، فالموضوع هيكون فارق جدا جدا معاك. بالتوفيق لكم.